عملنا الغريبه وحطيناها في الصاج، هنحطها في التلاجة حوالي 10 دقايق في الفريزر، وبعد كده اهوت هنحطها في الفرن على 180 درجه. ماشي، ولغايه بس ما لونها يتغير من تحت. هحطها في التلاجة واجيلكوا تاني. رجعت لكم بعد ما عملنا الغريبه وحطيناها في الفرن 180 درجه. وادي اهي طلعناها اهي، شكلها زي ما انتم شايفين بطريقه حلوه جدا. هقول لكم المكونات تاني وافكركم بيها. احنا قلناها اول الفيديو بس هفكركم بيها تاني. كيلو دقيق، عليه نص كيلو زبده، عليه ربع كيلو سكر بودره. بثلاث مكونات عملنا احلى غريبه، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم. هحطها لكم في الطبق واوريكم هيبقى شكلها ازاي. اهو بعد ما عملنا الغريبه وحطيناها اهي ناعمه وبسيطه وزي ما انتم شايفين اهي. شوف شكلها بقت عامله